الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائلة من أم البواقي تقول: أنا سيد الله، زوجي رجل مسؤول بالكلمة، قائم على كل شؤوننا المادية والمعنوية. ما شاء الله، حمد يا ربي. هذا غسل له رجليها بالماء والملح. تقول: زوجي رجل مسؤول بمعنى الكلمة، قائم على كل شؤوننا المادية والمعنوية على أكمل وجه، وكذلك يعاملني وأبنائه بكل احترام ومودة، لكن عيبه الوحيد أنه يرفض رفضا تاما أن أذهب عند الطبيب. هذا ماشي عيبه الوحيد، هذا من خصال الجميلة فيه. ما يحبك تروحي عند الطبيب، تروحي عند الطبيبة. هذا لازم تجعله من خصاله الحميدة، لأنه غيور. هذا ما كان، ما هوش عيب هذا كاع. أنا مانيش نشوف فيه عيب. هذا راجل استعرب به وبارك الله فيه، وشاشيتي فوق راسك استعرب بك يا رجال يا ولد أم البواقي. لكن عيبه الوحيد أنه يرفض رفضا تاما أن أذهب عند الطبيب لما أمرض. واش يدير؟ السمع واش يدير هذا الغيور؟ فيذهب إلى الصيدلية ويشتري كل الأدوية بعد أن يعرض حالتي على الصيدلي. شفتي؟ ها فهمي، راجلك ماشي نيتو ما يداويكش، ماشي نيتو ما تداويش، لا هو مسكين يروح للصيدلي يحكي له كاع واش كاين، وباين من القوت غيور. راني نتخيل فيه هذا الراجل باين من القوت غيور، ما يقولوش مرتي، يروح ليه يقول له عندنا وحده عندها كذا 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 كذا، باش ما يجبش كاع مرتو. رجاله ياه، تحيا ام البواقي. بعد ان يعرض حالتي على الصيدلي تقول: انا اعاني من مشكل عويص في عيني، لكنه يرفض علاجي. يوم ما يرفضش علاجك راجلك، يرفض الذهاب الى الطبيب. خلاص دوك ننصحوه يحوسلك على طبيبه. صيبي طبيبه، اكتبي في روحي، دخلوا الانترنت. الحمد لله ادخلوا الانترنت، اكتبي طبيبة عيون، يخرجوا لك قائمة في كل الولايات. انا اعاني من مشكل عويص في عيني لكنه يرفض علاجي، ارجوكم سيدي انصحه وقل له كلمة، والله الكلمة نتاعي نقول لك الله يعمر دارك. هذا الراجل تاعك انا ما نقول له الا عالجها عند طبيبة. وام البواقي راهي ولاية وفيها الطبيبات المتخصصات في كل ميدان، ما كاش في ام البواقي في ولاية مجاورة، والحمد لله واجب ان تعالجها. ولكن هذه الطريقة، تروح للصيدلي وتحكي له واش كاين واش كاين ويعطيك ادوية هكذا جزافا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن أو يحاسبك ربي. أما لا، راك عرفتي يا أختي، أحمدي يا ربي على هذا الراجل اللي راك تقولي اعترفتي. ها نعاود نقراها. ها تقول: أنا متزوجة من رجل مسؤول بمعنى الكلمة، قائم على شؤوننا المادية والمعنوية على أكمل وجه، وكذلك يعاملني وأبنائه بكل احترام ومودة. ها حمد يا ربي. ابقى العلاج. هاك عرفتي العلاج عند امرأة. لا يجوز للمرأة أن تعالج عند رجل إلا إذا تعين. خلاص تعينت، هذه نعرفوها، تعينت، ما كاش مرأة تداوي هذاك المرض. ولا لا كاين مرأة ولكن ماشي بإتقان وبنفس الجودة تاع الرجل. يعني عندنا مرأة ضعيفة وكاين رجل خبير في هذاك المرض، هنا يجوز. وهذاك الرجل لا يرى منها إلا ما يجب أن يراه ليعالج.
الضرورة القصوى. هنا الشريعة سكتت، ولكن ساج فام وين هبلتوا ولا هبلتوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ساج فام الجنون بعينه. هاكي عرفتي يا أختي تاع أم البواقي، روحي لعند طبيبة. سائلة من ميلة تقول: أنا مصابة بمرض روحاني، وقد نصحني الرقاة بقراءة سورة البقرة بانتظام. سؤالي: كيف يمكنني ذلك حينما أكون على غير طهارة؟ أولا صحيح وش نصحك الرقاة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن سورة البقرة تحمي البيت من الجن، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. حتى البيت اللي يسمع الآذان، إذا كان جامع قدامكم، هذاك البيت اللي يدخله الآذان لا يدخله الشيطان، يهرب بالشيطان لما يسمع الآذان. إذن أنت لما تكوني طاهرة أقرأي سورة البقرة، لما ما تكونيش طاهرة يجوز لك ديري سورة البقرة كما المذياع. يعني المهم أن تقرأ في البيت، المهم أن تقرأ. وأعوذ بالله من كلمة أنا، اللهم اغفر لي وتب علي وسامحني. أنا نفتي باللي تانك إذا عندك سورة البقرة في الهاتف الجوال يجوز لك يعني تقراي من الهاتف الجوال، لأن ليس له حكم المصحف، ما عندوش حكم المصحف الكتاب، يعني ليس له حكم الكتاب. يجوز لك هذا إن شاء الله، والله أعلم. وربي يسمح لنا ويغفر لنا إذا أخطأنا إن شاء الله. سائل عادل من العاصمة، نعم عادل من العاصمة يقول: هناك من يدين لي بالمال، وقد تسامح معي هؤلاء الناس وتساهلوا، ولم يحددوا لي أجلا معينا لسداد الدين، وقد فتح الله علي بمبلغ النصاب، فهل يجوز لي أن أسدد ديوني من الزكاة؟ لا 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 لا، سعاد الله يهديك، لا لا ما يجوز لكش. انت يا سلفوا لك دراهم، بهذوك دراهم وحده تجاره وافتح عليك ربي ولا عندك النصاب، هذيك ربع العشر اللي ناوي تزكيها تروح لهم تقول لهم هاكو جيت نخلص ديني، يعني هما عطاوك مال حلال وانت تعطي لهم الزكاه. لا يصح، لان هذا الناس ماهمش فقراء، ماهمش مساكين، ماهمش يتامى. ثم سي عادل، انت الواجب عليك تخلص دينك، ماشي تروح تخرج الزكاه. الواجب عليك تخلص دينك، ولو وسعوا عليك، هم وسعوا عليك، ما جاوش زعجوك وقالوا لك ردنا دراهمنا، هم ساكتين لانهم ناس طيبين، ناس بو خلفيه، يعني ناس احترموك ما زيوكش. لكن انت لما درت دراهم الواجب تعود تخلص زكاتك، استغفر الله، الواجب تعود تخلص دينك، ماشي تعود تخلص زكاه. خلص دينك، خلاص انتهيت من الدين. إذا عندك مال ودار عليه العام وفيه نصاب، هنا تخرج الزكاة، ماشي تروح تقبض أموال الزكاة وتخلص بها دينك. فهمت سي عادل؟ الله يعمر دارك بالخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.